يا أصدقائي، انظروا! هذه هي واحة حاضور. تخيلوا أن هذه الغابة الخضراء تعيش وسط الصحراء الواسعة. كل هذا النخيل زرعها أجدادنا بحب وصبر ليعلمونا أننا بالعمل نصنع المعجزات. نخطو مع رحال أول خطواتنا لنرى كيف تبدأ قصة الرعاية في كل شبر من هذا البستان. من هنا تشرب النخلة. السر يختبئ في هذه الآبار القديمة. كان الفلاح يسحب الماء بحبل طويل ليسقي الأرض العطشانة. وقبل كل هذا، كيف تحملوا تعب السنوات ليخرجوا لنا هذا الماء الزلالة؟ هذا البئر يحكي قصة كفاح لا تنتهي. ومع ارتواء الأرض تبدأ سواعد الرجال في تهيئة كل غرسة لتكون مصدراً للخير الوفير. هل ترون كيف صمم أجدادنا هذه السواقي الذكية؟ وأن هناك نظاماً دقيقاً يعطي كل بستان حقه دون ضياع قطرة واحدة. وتنظيم السقي بالنوبة هو ما يجعل النخلة قوية وتعطينا أفضل وأجود الثمور في العالم. الفلاح الشعامبي يتحول إلى بطل، يتسلق النخيل، يقف في وسط النخلة بثبات ليؤدي مهمته بإتقان. لولا هذه الشجاعة لما وصلت تلك الثمار الشهية إلى موائدنا. عندما يتحدى الرجل الارتفاع ينتظره في الأسفل موسم الفرح، حيث تتشابك الأيدي لتجني ثمار الصبر. تمتلئ ساحة البستان بحركة دؤوبة، فالكل يشارك في جمع الحبات المتساقطة وترتيبها في صناديق خشبية. بعد الحصاد يتم فرز التمور لتصنيف أجود أنواعها. تفتخر الواحة بدقلة الشفافة وبالغرس اللين حلو المذاق وتفزوين الشهية، إضافة إلى الأدالة وتيم العريقة وغيرها الكثير. كل حبة تحمل اسماً وطعماً خاصاً. وليس الإنسان وحده من يعيش هنا، فللماعز دور حيوي يكتمل به التوازن الطبيعي داخل الحاضور. وتعتبر الماعز الرفيقة الأساسية للفلاح الشعامبي داخل بساتينه، فهي تساعده في تنظيف الأرض من حشائش النخيل الطفيلية. وهذا التعاون الفريد بين الإنسان والحيوان يجعل حليب الماعز في حاضور ذا طعم مميز وفائدة عظيمة. وبعد ساعات من العمل الدؤوب يحين وقت الاستراحة في حضن الطبيعة الهادئة. هنا يجتمع الفلاحون تحت ظل النخيل البارد ليوقدوا ناراً هادئة وبريق الشاي فوقها مع رائحة الشيح والنعناع وبدخان الحطب، لتصنع لحظات من السكينة تنسي الجميع التعب. في ختام جولتنا نقف بإجلال في رحاب متليل الشعامبة، هذه الأرض العريقة التي احتضنت تاريخ الأجداد وبطولاتهم، حيث هنا في الحاضور النظام الاجتماعي والزراعي الفريد الذي جعل من الواحة مجتمعاً متكاملاً ينبض بالحياة والتعاون.